ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. النهارده بقى جايب لك فيديو جميل كده، عارف انت النوع النادر ده اللي هو اللذيذ ده، وانا اشك في ده بس مش مشكله، هنشوف مع بعض. يلا بينا. جدعان سنة خالد وقعت كده طب يعني اعرف من على النت كده عادي؟ يلا العظيم يعني انا مالي يعني. بصوا زعلان هو ومتأثر ان السنة وقعت، مفكر ان السنة مش هتطلع سنة تاني. قام من النوم الصبح بيقول لي صباح الخير يا ماما، قلت له صباح الخير يا قلب ماما، يا روح ماما، يا عقل ماما، ايه الجمال ده؟ صباح الخير يا ماما، صباح الخير يا قلب ماما، يا روح الماما. كمل. المهم بملي عيني كده منه زي ما بملي عينه كده منه كل يوم الصبح كده، لقيت السنه دي متلخلخه، قلت له تعالى يا خالد. المهم حطيت ايدي عليها كده بالراحه لقيتها متلخلخه، رحت جيت بقى خدت الموضوع كده واحده واحده عشان ما يخافش، لان زي ما انتم شايفين هو مصدوم. الباشا مصدوم، يخلوه ده حبيب قلب ماما، ما ينفعش، ده حاجات بسيطه يعني، احنا بس هنعمل كده نحسس عليها بس. قلت له ايه؟ قلت له السنه دي متلخلخه وهتقع. قال لي هتقع؟ اتفجع كده واتخض. بالله عليك لما شلتها لك حسيت بحاجه؟ لا عادي صح؟ مفيش اي حاجه. المهم شلناها. بصوا اسنان اللولي، بصوا السنه بتاعت اللولي، والنبي لولي مطلع سنان لولي، يعني مش عارفه والنبي اروح فين منه من جماله. المهم ايه بقى، وانا صغيره قدك اما كانت سناني بتقع، وانا صغيره قدك اما كانت سناني بتقع كنت بقول ايه؟ اخد السنه كانت ماما تقول لي ارميها للشمس، واقول ايه؟ يا شمس يا شموسه خدي سنه الحمار وهاتي سنه العروسه. النبي قمر. يعني انت بتدخلينا في التفاصيل ايه؟ مش لازم يعني تحكي التفاصيل قوي يعني، مش اللي بعده. هو الطياره اللي هناك اللي طايره فوقنا اللي عماله تخطط في السما دي اسمها طياره ايه؟ الطيارة النفسية. والله بجد يعني انا كنت سامع تقريبا ان اخوك باين توفى او تايه او حاجه شبه كده، يعني اكيد يعني مش هتطلع فيديوز شبه ده يعني وتطلع تقول فيه الطياره دي مالها نفس، احنا من يعني هتفيدك بحاجه الطياره دي؟ مش هتفيدك بحاجه خالص. المفروض دورها ايه؟ بتنتج ايه؟ بتطير ليه؟ هي كانوا دايما يقولوا لنا اللي هي بتاخد شخصين او 3 بدل الطيارة العادية، والطيارة العادية بتوصل في يوم، دي بتوصل في 5 ايام او والله بجد يعني هي بص، يعني هي معلومه اول مره اسمعها، بس يعني هنستفاد ان شاء الله بالمعلومه دي باذن الله المره الجايه بقى، يعني فيديو القادم. انا لاحظت مؤخرا على التيك توك ان في فيديوهات على الترند بتاع الهندي ده، الصراحه الناس عامله ترندات ايه فوق يعني ملهاش حل. طبعا المصريين يسيبوها؟ لا ما يسيبوهاش، لازم يطلعوا الحاجات برضو اللي عندهم. هنشوف دلوقتي. هذه شخصيه من ضمن الشخصيات اللي هنشوفها النهارده، ده برضو عامل عليها، هنشوف برضو هيعمل ايه. طب انا عايز اعرف بقى ايه لازم تخاتم في بقك؟ يعني انا ما شفتهمش بيحطوا خواتم، هم ايه بيعملوا ميك اب وبتاع، بس انت يعني مش عارف اللي انت بتعمله في نفسك ده. يعني ايه يا ابني وشك ده يا ابني؟ انا كده بترعب يا ابني. 200 مليار جنيه يجيبوا لنا ايه؟ يجيبوا لنا فندق في الساحل الشمالي على مساحه 680,000، فندق 5 نجوم، فندق فيه 699 وحده، فيه 3 ابراج. انا حاسس ان هو بيشرح لي كاني معايا 200 مليار ده ولا 200 مليون، حاسس ان هو فاهم اللي هو ايه، انا معايا 200 ايه يشتروا لي ايه ال 200 مليار ده؟ فندق كده صغير على الساحل كده عادي، الموضوع بالنسبه له شويه فكه. بس ده كان الفيديو بتاعنا، اعمل اشتراك وفعل الجرس واعمل لايك واستنى الفيديو الجاي. سلام. اي حد يتبعني يشوفني انا بقول ايه؟ انا نمبر 1، انا نمبر